بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أصحاب سيدنا محمد. النهاردة إن شاء الله هنعمل لكم فطير أحمد أمين، حاجة كده طعم ولذاذة وحلاوة مفيش منها. جبنا كيلو لبن معانا وحطيناه في الحلة، وهنحط فيه 6 معالق سكر. طبعا السكر دوت على حسب الرغبة، اللي عايز يحط 6 7 براحتك يعني. هندوب السكر في اللبن زي ما انتوا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. أهم حاجة نسمي ونصلي على النبي عشان الحاجة تطلع كويسة في ايدينا والمقادير تطلع مظبوطة. بعد كده هنحط النشا، جبنا نص كوباية مية، هنحط 3 معالق نشا. على فكرة اللي بيعمل الفطير ده بنتي، قالت لي انا اللي هعمل الحلقة بتاعت النهاردة وانتي تصوري، فقلت لها 3 معالق نشا هيبقوا قليلين. قالت لي حلوين يا ماما، اما تكون الحاجة في ايدينا نقدر نعالجها. فانا طبعا حبيت اريحها وخليها تعمل اللي هي عايزاه. طبعا جبنا النشا، نحط واحدة واحدة على اللبن، نقلب بالمضرب بتاعنا الجميل كده عشان ما يبقاش فيه تكتلات ولا حاجة، تبقى المهلبية كده ناعمة وملسة وجميلة. علي النار شوية. طبعا انا عارفة من الاول ان النشا هيبقى قليل، بس قلت مش مشكلة. نقلب تقليب مستمر زي ما انتوا شايفين. طبعا لسه سايلة، هنحتاج نشا تاني، فهنجيب معلقتين نشا وندوبهم في ربع كوباية مية ونحطهم على المهلبية تاني. جبنا النشا تاني وبنحطه كده، وصلنا للقوام المظبوط زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. اللهم بارك. اهم حاجة تقلبي تقليب كويس. طبعا احنا عملنا المهلبية الاول عشان هنحشي بيها الفطير، وهنسيبها تبرد جنبينا على ما نعجن الفطير وبعد كده نبدأ نحشي. ممكن نعمل كاستر، نعمل اي حاجة احنا حابينها وعايزينها. عايزة اقول لكم ان احنا بدأنا في الفطير دوت الساعة 10:30 بالليل. طقت في دماغنا ان احنا نعمل فطير احمد امين. جبنا 4 كوبايات دقيق وحطيناهم في بولة، وجبنا معانا شفشق فيه مية، هنحط شوية ملح ونحط معلقة سكر كبيرة. بسم الله ما شاء الله. ادي معلقة السكر وحطينا الملح زي ما شفتوا. العجين بتاعنا هياخد مننا حوالي كوباية وربع مية، وكل عجين بقى على حسب ما ياخد المية بتاعته. في عجين بيقبل مية دقيق ودقيق مش بيقبل مية كتير. هنشرب الدقيق زي ما انتوا شايفين. طبعا الرخامة بتاعتنا مغسولة ومتنضفة ومتعقمة لان احنا هنبط عليها. اهم حاجة عندنا النظافة النظافة النظافة. عجينة ملزقة شوية ما تقلقوش. هنرش شوية دقيق على الرخامة، هننزل العجينة من البولة ونعجنها كويس على الرخامة عشان نتحكم فيها زي ما انتوا شايفين كده بايدينا. نودي ونجيب فيها لغاية ما تبقى ناعمة وملسة في ايدينا كده وحلوة كده، يبقى اتعجنت مظبوط. الفطير ما بياخدش عمايل حاجة، بسم الله ما شاء الله. يعني احنا بنعمل الفطير على طول، فما شاء الله ما بياخدش حاجة.
ممكن ده يطول معانا شوية بس عشان الحشو والحاجة اللي هنعملها. زي ما شفتوا العجينة جميلة وناعمة. جبنا بولة ودهناها زيت، هنحط فيها العجينة، نقلبها على الجنبين شمال ويمين. شفتوا الاربع كوبايات دي عملوا عجينة قد ايه؟ طلعناها على الرخامة كده وهنظبطها معانا ونقطعها بقى كور. بسم الله ما شاء الله. الاربع كوبايات دقيق بسم الله ما شاء الله عملوا معانا 10 فطرات، عملوا 10. هذا الحجم بتاعها جميل اهو زي ما انتوا شايفين. واهم حاجة نسيت اقول لكم واحنا بنعجن نسمي ونصلي على النبي ونقول يجعل عجينك سكرك كل من دقك يشكرك. جبنا الصينية بتاعتنا وحطيناهم عليها دهنينها زيت، 10 اهم زي ما انتوا شايفين. نحطها على الرخامة. ما شاء الله. عايزه اقولك ان العجينه كل ما بتبطي بتحل معاكي، يعني هي شديده شويه بس عشان احنا لسه بادئين في اول واحده. المهلبيه بتاعتنا بردت، هنحط من معلقتين ل3 الحشو. وزي ما قلت لكم ممكن نحط حشو كاستر، نحط شوكولاته، نحط مربى، اللي انتوا عايزينه. هنقفل العجينه بالراحه. بسم الله. بطه خفيفه بايدينا كده بس نبطها نسويها. هنعمل التانية. العجينه حلت معانا اهي. لازم ترققيها كده عشان متبقاش تخينه، تبقى كويسه. مظبوطه وجميله ومية مية. هنجيب الطاسة بتاعتنا نحطها على النار ونحط فيها حوالي معلقة زيت على نار متوسطة. نحط الفطرتين دول، اول فطرتين اتعملوا. عايزة بقى اقول لكم على اول فطرتين دول، اول ما طلعوا ما أنا مش لقينا لهم اثر نهائيا، تاكلوا على طول. ما شاء الله. بيقب اهو وبيتنفخ ومستوي وجميل وقلبه مورق. طلعناهم زي ما انتوا شايفين. هنحط عليهم شربات احنا عاملينه وشايلينه في باب التلاجة، شربات تقيل. انا عملت معاكم قبل كده، انا بعمله وعبيه في بطرمانات او ازاز واحطه في باب التلاجة. ما شاء الله. عملنا معاكم بقى بقية الكمية. عايزة اقول لكم لو الوصفة بتاعتنا عجبتكم اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد.
وتشجعوا بنتي بقى، هي شاطرة في عمل الحلويات. بقى الكمية بقى وبنزودها، موجود في البيت، الخير موجود عندنا كلنا. جوزة الهند، فستق، سوداني، زبيب، سكر بودر، شربات، تزوقي زي ما انت عايزه. شوكولاته سايله، كان عندنا برضو شويه شوكولاته باقيين من ساعه ما كنا بنعمل الجاتوه. في فطير رشينا عليه سكر بودر وحطينا عليه زبيب. عايزه اقول لكم فطير احمد امين ده حاجه جميله روعه، عيش السنين ده. طبعا اهل المنصوره عارفين يعني ايه فطير احمد امين، واللي راح اكيد جرب، واللي ما راحش جبناهولك لغايه عندك جوه بيتك وجوه مطبخك. فعايزينكم كلكم تجربوه، وصدقوني مش هتندموا وتقولوا يا ريتنا رحنا المنصورة من زمان او اتعلمنا فطير احمد امين. زي ما قلت لكم كان عندنا شوكولاتة في التلاجة من ساعة ما عملنا التورتية معاكم، حطيناها وحطينا عليها فستق. زوقي بقى يعني، ده ذوقك، زوقي كده براحتك زي ما انتوا شايفين الجمال والحلاوة. بألف هنا وشفا يا حبايب قلبي. والجديد عندنا وبس، عند ماما المجال وزة. هسيبكم بقى تبقى عينيكم بالجمال والحلاوة دي. باي.